الفنانة ميمي شكيب. اسمها الحقيقي أمينة شكيب. ولدت الفنانة ميمي شكيب في 13 ديسمبر عام 1913 بمدينة القاهرة لأسرة أرستقراطية ثرية، فكان جدها في جيش الخديوي إسماعيل ووالدها مأمور شرطة بقسم عابدين، ووالدتها متعلمة تتقن أكثر من لغة. وللفنانة ميمي شكيب أخت شقيقة وحيدة وهي الفنانة زوزو شكيب. درست الشقيقتان في مدرسة العائلة المقدسة، واستطاعت كل منهما أن تتقن أكثر من لغة، أهمها اللغة الفرنسية والإسبانية، رغم عدم تفوق ميمي شكيب بالدراسة. توفي والدها وهي في سن 12، وحدثت مشاكل بين أسرتها وعائلتها بسبب الميراث، وتنازلت والدتها عن ميراثها هي وأختها زوزو شكيب من أجل أن يبقيا معا. واضطرت الأم لنزول العمل حتى تتمكن من الإنفاق على ابنتيها. ولفتت ميمي أنظار الفنان يوسف وهبي أثناء وجودها مع أسرتها على بلاج بالإسكندرية، فوجد فيها نجمة المستقبل. وعندما عرض الأمر على أهلها قوبل بالرفض بحجة أنها خجولة ولا تستطيع مواجهة الجمهور على المسرح، وأن تقاليد الأسرة تمنعها أيضا. إلا أن ميمي شكيب عرضت الأمر على صديقتها وجارتها زينب صدقي، بينما وهي في زيارتها إذ حضر الفنان سليمان نجيب واستطاع إقناعها في مشاركة التمثيل على المسرح. وأقنعت زينب صدقي صديقتها ميمي شكيب على تلك الفرصة الذهبية، وقدمت مع سليمان نجيب مسرحية حكم أرقوش، واختار لها اسم ميمي بدلا من أمينة. بعدها حبت ميمي شكيب وزوزو شكيب التمثيل، وانتقلتا إلى فرقة الريحاني، حيث تتلمذتا على يد عملاق الكوميديا نجيب الريحاني. وعملت ميمي شكيب بفرقتها حيث شاركت في العديد من مسرحيات الفرقة، وكان أشهرها مسرحية الدلوعة. وبدأت الفنانة ميمي شكيب مشوارها الفني مع السينما عام 1934 بدور صغير في فيلم ابن الشعب، ومن أبرز أفلامها فيلم حياة الظلام، الحال الأخير، تحيا الستات، شارع محمد علي، كدب في كدب، القلب له واحد، قلوب دامية، بيومي أفندي، شاطئ الغرام، أخلاق للبيع، حبيب الروح، حميدو، دهب، حكم رؤوش، الحموات الفاتنات، احنا التلامذة، دعاء الكروان، البحث عن فضيحة، وغيرها من الأفلام التي وصلت إلى 160 فيلما. وكان آخر أفلامها فيلم السلخانة عام 1982. ومن أبرز مسرحياتها مسرحية الستات لبعضهم، يا ريتني ما اتجوزت، لو كنت حلوة، زنقة ستات، وغيرها من المسرحيات. كما شاركت في مسلسل المطاردة ومسلسل انتقام وغيرها من المسلسلات. تزوجت الفنانة ميمي شكيب 3 مرات في حياتها. الزوج الأول وهو ابن شقيقة إسماعيل باشا صدقي رئيس الوزراء، حيث تقدم للزواج من ميمي رغم أنه يكبرها بنحو 20 عاما، إلا أنها وافقت على الزواج منه، وكان يعاملها معاملة مهينة. وبعد 3 أشهر من الزواج تزوج امرأة أخرى، وتركها في المنزل وحيدة وحاملا في طفلها الأول، فلم تتحمل هذه الصدمة، وأصيبت بالشلل المؤقت وطلبت منه الطلاق. أما الزوج الثاني فكان الاقتصادي جمال عزت، ولكنها انفصلت عنه بعد فترة قصيرة. أما الزوج الثالث وهو الفنان سراج منير، حيث اشترك مع الفنانة ميمي شكيب في فيلم ابن الشعب. وبعد نهاية الفيلم تقدم سراج منير للزواج منها، إلا أن أسرتها رفضت الزواج منه. وبعد 3 سنوات اشترك سويا في فيلم الحل الأخير. قرر سراج منير طلبه مرة أخرى، فوافقت أسرته هذه المرة، لكن الغريب أن أسرته هو التي عرضت بشدة زواجه من الفنانة. لجأ الفنان سراج منير إلى صديقه نجيب الريحاني الذي توسط أكثر من مرة لدى أسرة الفنان سراج منير. وبعد محاولات كثيرة وافقت الأسرة وتم الزواج عام 1942، وعاش معا لمدة 15 عاما في سعادة حتى توفي سراج منير، ولم تتزوج ميمي شكيب بعده. كانت الحياة الفنية لراحلة ميمي شكيب حافلة بالأضواء والنجاحات المتتالية، إلا أن الوسط الفني فوجئ في إحدى الليالي تورطها في قضية آداب كبيرة أطلق عليها قضية الرقيق الأبيض، حيث تم اقتحام شقتها التي كانت تقيم فيها الحفلات، وتم القبض على كل من فيها.
ومنهم بعض رجال السياسة الليبيين. تم سجن الفنانة ميمي شكيب لمدة 6 أشهر، أصيبت خلالها بالاكتئاب الحاد سبب لها صمم بسبب بكائها المستمر، حتى قررت المحكمة في 16 يوليو عام 1974 تبرئتها هي وكل عضوات الشبكة، مستندة في حكمها على عدم إلقاء القبض عليهن وهن في حالة تلبس، بينما أثناء جلسة عادية لشرب القهوة، لتعيش حياتها بعد الإفراج عنها حزينة، وشاركت في أدوار فنية بسيطة لا تليق بتاريخها الفني مثل فيلم السلخانة. واستكمالا لفصول المأساة التي عاشتها الفنانة ميمي شكيب، فقد انتهت حياتها بالمثل على طريقة الفنانة سعاد حسني، حيث تم إلقائها من شرفة منزلها بوسط البلد في 20 مايو عام 1983، ولم يعرف إلى الآن أحد مرتكب الجريمة. وأخذت الأحاديث تتردد وقتها أنه تم التخلص منها من قبل بعض رجال السياسة ممن كانوا يشاركون في إدارة شبكتها وقيادة القضية ضد مجهول. رحلت الفنانة تاركة لنا لغز مقتلها. من المجرم الذي قتلها؟ ولماذا تم قتلها بهذه الطريقة البشعة؟ رحم الله الفنانة ميمي شكيب. الفنان يحيى شاهين، اسمه بالكامل يحيى حسن شاهين. ولد الفنان يحيى شاهين في 28 يوليو عام 1917 بميت عقبة، محافظة الجيزة. بدت عليه موهبة التمثيل في مدرسة عابدين الابتدائية، ثم التحق بمدرسة العباسية الصناعية حيث نال دبلوم الفنون التطبيقية هناك في قسم النسيج عام 1933. بعد ذلك استكمل تعليمه وحصل على بكالوريوس في هندسة النسيج. تم تعيين يحيى شاهين في شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبرى، وعمل فيها لمدة طويلة، إلا أن حبه للفن والتمثيل جعله يبحث عن شغفه ويترك وظيفته، ولم يكن يعلم أنه سوف يصبح واحدا من أهم نجوم السينما. سمع عن حاجة الفنانة فاطمة رشدي إلى وجه جديد لتتمكن من ضمه لفرقتها التي قامت بتكوينها حديثا. تقدم يحيى إلى الاختبارات، وأعجبت السيدة فاطمة رشدي بموهبته إعجابا شديدا، ومن ثم انضم إلى فرقتها المسرحية وقدم عدة أعمال ناجحة، ومن أشهر مسرحياته مسرحية روميو وجولييت ومجنون ليلى، وكانت آخر أعماله المسرحية مسرحية مرتفعات وزري. ثم بدأ مشواره السينمائي بدور واحد في فيلم بنت الشيخ، ثم فيلم لو كنت غني. وعندما بلغ 20 من عمره اختارته السيدة أم كلثوم ليشاركها بطولة فيلم سلامة بعد اعتذار الفنان حسين صدقي عن الدور، فتعاقد معه المنتج توجو مزراحي على أجر 150 جنيه، إلا أن الأجر لم يعجب الفنان أم كلثوم وطلبت زيادة أجره إلى 600 جنيه، فكانت بداية وجوده في مصاف كبار النجوم. بعدها شارك في بطولة ما يزيد عن 100 فيلم، أشهرها سلو قلبي، هذا الرجل أحبه، رجل بلا قلب، الملاك الصغير، فجر الإسلام، الناس اللي جوه، بلال مؤذن الرسول، شيء من العذاب، جعلوني مجرما، الغريب، بين القصرين، وقصر الشوق، والسكرية، وغيرها من الأفلام. وفي لقاء تلفزيوني قال الفنان يحيى شاهين أنه تعرض لموقف محرج عندما كان ذاهب مع أصدقائه لقضاء بعض أيام الصيف في الإسكندرية، وكان وقتها حقق شهرة وأصبح معروفا للجمهور. أثناء كتابة الأوتوغرافات للجماهير والمعجبين فوجئ بيد أحد رجال الشرطة تمسك به وتصحبه إلى قسم الشرطة. انزعج الفنان يحيى شاهين وقتها نظرا لتعرضه لموقف محرج أمام جمهوره، وبدأ يسأل عن السبب، لكن رجل الشرطة أجاب عليه قائلا لما تروح القسم هتعرف، وحذره من محاولة الهرب، إذ حاول المعجبون والمعجبات مساعدته على الإفلات من الشرطة. ثم قال الفنان وأنا في الطريق لقسم الشرطة استرجعت كل ما حدث منذ وصولي الإسكندرية وحتى إلقاء القبض علي، لعلي أعرف الجريمة التي أمسكني الشرطي بسببها. وعندما وصل الفنان يحيى شاهين إلى قسم الشرطة عرف أن جريمته هي ارتداء المايوه على الشاطئ دون حزام، وكانت عقوبتها غرامة قدرها 25 قرشا اقترضها الفنان من أحد المعجبين لأنه لم يكن معه مال، لأنه ترك كل تعليقاته على الشاطئ. تزوج الفنان يحيى شاهين مرتين في حياته. الزوجة الأولى وهي سيدة مجرية مطلقة وكان لديها طفلان،
تزوجها عام 1959، أنجب منها ابنتين، وبعد 6 سنوات قرر الانفصال لاختلاف طباعهم، إلا أنه فوجئ بأن طريقته خطفت ابنتيه دون علمه وسافرت بهم إلى المجر. أصيب الفنان يحيى شاهين بصدمة وإحباط شديد، وعاش في عزلة كبيرة لمدة عامين، ثم طلب من أقاربه أن يجد له عروسا أخرى تناسب وتتفهم طبيعة عمله كفنان. وبالفعل وقع الاختيار على السيدة مشيرة عبد المنعم. تزوجها الفنان يحيى شاهين بعد فترة خطوبة قصيرة، ثم عقد القران بشكل عائلي محدود، وأهدى العروسة خاتم سوليتير كشبكة للزواج، وأنجب منها ابنته داليا. وقد ذكرت ابنته داليا في حوار قديم لها بعض الذكريات عن والدها، قائلة: عندما رحل والدي كان عمري 13 سنة، لذلك أتذكر أيامنا الحلوة، وكان دائما يأخذني معه في المقابلات التلفزيونية، وأيضا خلال تصوير أفلامه بشكل دائم، وكأنه كان يعلم أن الوقت الذي يجمعنا معا وقت قصير، وكان حريصا على أن يحفظنا القرآن الكريم. والحقيقة أنني كنت معجبة جدا بوالدي وإخلاصه في عمله، وفي الوقت نفسه الدور الذي لا يعجبه كان لا يجسده، فلم تكن المادة تهمه مطلقا، وكان يحرص على أن تكون حالة المنزل هادئة، وكانت أكثر أوقات عمله بعد نومي أنا ووالدتي، حتى يصل إلى الهدوء الذي يرغبه. في الوقت نفسه كانت والدتي حريصة على أن توفر له جوا مناسبا للعمل، وتتجنب المطالب الكثيرة أو العزومات والولائم للأقارب والأصدقاء خلال فترة عمل والدي. حصل الفنان يحيى شاهين على عدة جوائز وتكريمات، منها جوائز دعم السينما، الجائزة الأولى عن دوره في فيلم ارحم دموعي، والثانية عن فيلم جعلوني مجرمة، وشهادة تقدير عن فيلم نساء في حياتي من مؤتمر فينيسيا الدولي، والجائزة التقديرية الذهبية من جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية. وفاز بوسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى كمهندس تطبيق، وحصل على شهادة تقدير من مهرجان القاهرة الدولي عام 1987. كما حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكما حصل على درع السويس ودرع أسوان، وشهادة تقدير وتفوق للرواد السينمائيين من جريدة الأهرام المسائي. كما حصل أيضا على جائزة مهرجان القاهرة السينمائي وجائزة غرف السينما 1989. وفي يوم الجمعة 18 مارس عام 1994 رحل الفنان يحيى شاهين عن عمر يناهز 77 عاما بعد صراعه مع مرض القلب، ودفن بمقابر 6 أكتوبر. رحم الله الفنان المحترم يحيى شاهين. الفنانة فردوس محمد. اسمها الحقيقي فردوس محمد. ولدت الفنانة فردوس محمد في 13 يوليو عام 1906 بحي المغربلين في القاهرة. رحى والديها وهي في سن صغيرة لا يتجاوز عمرها 3 سنوات. تعاطف مع الشيخ علي يوسف مؤسس جريدة المؤيد، استولى رعايتها وألحقها بمدرسة إنجليزية تعلمت من خلالها القراءة والكتابة والتدبير المنزلي. وبسبب ظروفها الصعبة نصحها المقربون بالزواج المبكر حتى تؤسس بيت وعائلة ويرعاها زوجها. تزوجت الفنانة فردوس محمد مرتين في حياتها، عندما بلغت 14 عاما ساعدتها الأسرة التي تقيم معها على الزواج من أول شاب تقدم لخطبتها. لم تجد الفنانة فردوس محمد مع زوجها الأول الحنان الذي افتقدته، حيث كان يعاملها بقسوة شديدة. حاولت تغيير طباعه وأن تحتويه، لكنها فشلت، وعندما استحالت الحياة بينهما وقع الطلاق بعد 5 سنوات، وكانت تبلغ وقتها 19 عاما فقط. وصفت فردوس محمد هذه الأيام بأنها أسود أيام حياتها. بعد الانفصال قررت فردوس محمد البحث عن عمل للعيش منهم، فنصحتها إحدى صديقاتها العمل بالفرقة المسرحية لأنها تحب التمثيل، فبذلت مجهودا كبيرا لكي تحجز لنفسها مكانا بين أعضائها. وبالفعل بعد شهر تم تعيينها مقابل راتب شهري قدره 3 جنيهات. وبعد المشاركة في عدة عروض مسرحية جذبت أنظار المخرج الكبير محمد كريم، الذي رشحها للمشاركة في فيلم يوم سعيد عام 1940 بطولة محمد عبد الوهاب. وجسدت في هذا العمل دور أم للطفلة وقتها كانت فاتن حمامة.
توالت أعمال الفنانة فردوس محمد من أفلام ومسرحيات. فمن الأفلام فيلم سلامة في خير، ثمن السعادة، الطريق المستقيم، عريس الهنا، فاطمة، حب لا يموت، والهاربة، إحنا التلامذة، وعنتر بن شداد، وليلة الفرح، وغيرها من الأفلام. ومن المسرحيات مسرحية عاصفة في بيت، ركن المرأة، أنا عايزة مليونير، وغيرها من المسرحيات. أما زوجها الثاني فكان الممثل محمد إدريس، ولكن قصة زواجهما كانت غريبة جدا، فقد كانت الفنانة فردوس محمد ضمن أعضاء فرقة فوزي منيب الفكاهية، وهذه الفرقة جاءتها دعوة لكي تقدم عرضا خاص بها في فلسطين، ولكن في هذا الوقت كانت القواعد في مصر لا تسمح بسفر أي فنانة غير متزوجة، وحدثت أزمة في الفرقة وقتها لأن فردوس محمد كانت تلعب دورا أساسي في المسرحية. فقال رئيس الفرقة فوزي منيب أن الحل الوحيد هو أن تتزوج فردوس محمد زواج سوري من أي شخص في الفرقة، فوقع الاختيار على المونولوجيست محمد إدريس، فوافقت فردوس محمد وحدث الزواج بالفعل. سافرت الفرقة لتعرض عروضها في فلسطين، وبعد الانتهاء من عرضهم طلب محمد إدريس من الفنانة فردوس محمد الزواج، وأخبرها بأنه يحبها، فوافقت وأصبح الزواج زواجا حقيقي. وقامت الفرقة بعمل حفل زفاف لهما في الفندق الذي كان يقيمان فيه، وظل زواجهما 15 عام حتى وفاة محمد إدريس. لم تكن الفنانة فردوس محمد محظوظة مع الإنجاب، حيث توفي لها 3 أبناء بعد ولادتهم، حتى نصحتها إحدى صديقاتها بأن حال إنجابها طفلا آخر يجب أن تخفي نبأ الولادة منعا للحسد، وأن تقول إن المولود توفي كالعادة، ثم تعلن بعد ذلك تبنيها طفلا من أحد الملاجئ. وبالفعل أنجبت فردوس محمد ابنتها سميرة، ونفذت ما نصحتها به صديقاتها، فأخفتها لمدة 3 أسابيع، ثم ادعت أنها تبنتها من الملجأ. واستمرت الفنانة فردوس محمد على هذا الحال لمدة 17 عاما، ولم تعلن حقيقة الأمر إلا ليلة زواج ابنتها سميرة من المصور السينمائي محسن نصر الدين، وسط بكائها وانهمار دموعهما. أصيبت الفنانة فردوس محمد بمرض السرطان، وأحاطها زملائها في الوسط الفني بمشاعر الحب، وكانت تبكي بدموع الشكر والعرفان للوسط الفني لأنه وقف بجانبها في فترة مرضها، وكذلك للدولة التي كرمتها وتدخلت لعلاجها على نفقتها، وقررت سفرها للعلاج بالخارج. كما بكت الفنانة فردوس محمد عندما تطوعت بعض الصحف وقتها لتطلق دعوة للقراء للتبرع لعلاج الفنانة الكبيرة، حيث شعرت الفنانة بمرارة، وقد كانت تتمتع بكبرياء كبير وعزة نفس، وأنها لا تقبل أن تمد يدها لقبول هذه التبرعات، وترد دائما حيث يسألها أحد وإن كان من المقربين مستورة. والحمد لله اشتد المرض على الفنانة في اللحظات الأخيرة من حياتها، وكانت آخر كلماتها: خدوا بالكم من ناني، ناني غلبانة ووحيدة، ربنا معاكي يا ناني. ورحلت الفنانة في 30 يناير عام 1961 تاركة ابنتها ناني أو سميرة محمد إدريس. وشاهد الكثير من نجوم الفن وصية الفنانة فردوس محمد، ومن الواضح أن وصية الفنانة فردوس محمد انتقلت بسرعة إلى قلبين رحيمين، وهما عبد المنعم الصاوي وكيل وزارة الثقافة والإرشاد والمخرج محمد كريم. فقد أصدر الصاوي أمرا بتعيين سميرة محمد إدريس الشهيرة بناني مشرفة في قسم المونتاج بمعهد السينما العالي. رحم الله الفنانة القديرة والأم الحنونة فردوس محمد. الفنان محمود المليجي، اسمه بالكامل محمود حسين المليجي، ولد الفنان محمود المليجي في 22 ديسمبر عام 1910 بحي المغربلين بالقاهرة، ولكن ترجع أصوله لقرية مليج بمحافظة المنوفية. انتقل برفقة عائلته إلى حي الحلمية حيث أكمل تعليمه الأساسي هناك، ثم التحق بالمدرسة الخديوية لاستكمال تعليمه الثانوي، ومن هناك بدأت حياة المليجي الفنية حيث التحق بفرقة التمثيل بالمدرسة وتدرب على يد كبار الفنانين وقتها
أمثال جورج أبيض وفتوح نشاطي. يتحدث الفنان محمود المليجي عن أيام التمثيل بالمدرسة فيقول: في السنة الرابعة جاء عزيز عيد ليدربنا، جذبتني شخصيته الفذة وروعة إخراجه وتطور أفكاره، وكنت أقف بجانبه كالطفل الذي يحب دائما أن يقلد أباه. وقد أعجب بي عزيز عيد وأنا أمثل، ومع ذلك لم يعطني دورا أمثله، وكان يقول لي دائما: أنت مش ممثل، روح دور على شغلة تانية غير التمثيل. وكل مرة يقول لي هذه العبارة كنت أحس بأن خنجرا غرس في صدري. كثيرا ما كنت أتورع بجوار شجر عجوز في فناء المدرسة وأترك لعيني عنان الدموع، إلى أن جاء لي ذات يوم صديق قال لي إن عزيز عيد يحترمك ويتنبأ لك بمستقبل مرموق في التمثيل. فصرخت في وجهه وقلت له: من قال لك ذلك؟ قال: عزيز عيد نفسه. وعرفت فيما بعد أنه كان يقول لي ذلك متعمدا حتى لا يصيبني الغرور، وكان درسا من العملاق عزيز عيد. وفي إحدى عروض فرقة التمثيل بالمدرسة كان من بين الحاضرين الفنانة فاطمة رشدي، والتي أرسلت تهنئ المليجي بعد انتهاء العرض على أدائه الجيد لدور ميكلوبين في مسرحية الذهب، ودعته لزيارتها في مسرحها، حيث عرضت عليه العمل في فرقتها بمرتب قدره 4 جنيهات شهريا. عندها ترك المليجي المدرسة لأنه لم يستطع التوفيق بينها وبين عمله في المسرح. قدم مع فاطمة رشدي مسرحية 667 زيتون ومسرحية مجنون ليلى، وكان أول ظهور له في السينما في فيلم الزواج عام 1932 الذي أنتجته وأخرجته فاطمة رشدي. كما التحق بفرقة إسماعيل ياسين، وبعدها عمل مع فرقة تحية كاريوكا ثم فرقة المسرح الجديد. قدم الفنان محمود المليجي أكثر من 750 عملا فنيا ما بين السينما ومسرح وتلفزيون وإذاعة، حيث قدم 318 فيلما، منها قبلة في الصحراء، وداد، الزواج، قيس وليلى، قلب امرأة، رجل وامرأتين، أولاد الفقراء، ابن البلد، الطريق المستقيم، غرام وانتقام، سفير جهنم، ولست ملاكا، وغيرها من الأفلام. كما قدم العديد من المسرحيات، ومنها جوزي كداب، كل الرجالة كده، غراميات عفيفي، الست عايزة كده، وأنا عايز مليونير، وانتهى الدرس يا غبي، وغيرها من المسرحيات. كما قدم العديد من المسلسلات، ومنها العصابة، وأنف وثلاث عيون، وليالي الجسد، وبعد الضياع، ومفتش المباحث، والنصف الآخر، والهاربان، وغيرهم. شكل محمود المليجي مع زميل مشواره فريد شوقي ثنائيا ناجحا، ويقول المليجي في أحد البرامج التلفزيونية: الجمهور بيقابلني بيهزر معايا ويهددني بوحش الشاشة. كما قال عنه يوسف شاهين: كان محمود المليجي ممن يؤدون الأدوار بتلقائية، كما أنني شخصيا أخاف من نظرات عينيه أمام الكاميرا. تزوج الفنان محمود المليجي 4 مرات في حياته. الزوجة الأولى وهي الفنانة علوية جميل، وهي الزوجة الوحيدة التي فازت بميزة الزواج في النور وبشكل علني، وتزوجته عام 1939، ما إن تعرفت عليه أثناء عملها معه في فرقة يوسف بيك وهبي، وانجذبت لشخصيته وأحبته، وظلت تبحث عن فرصة للاقتراب منه، إلى أن توفيت والدته ولم يكن معه المال الكافي لمصاريف الجنازة. وهنا تدخلت علوية وانقذته من الفضيحة بإعطائه مبلغ 20 جنيها دون أن تخبر أحدا بذلك، وهو ما جعله يشعر بأنه يمكن أن تحل محل والدته، فقرر الزواج منها. وبعد فترة وقع محمود المليجي في حب زميلته في المسرح في فرقة إسماعيل ياسين من الفنانة درية أحمد، فتزوجها سرا. وعند معرفة علوية جميل بالخبر أجبرت المليجة على تطليقها، بل وأجبرت إسماعيل ياسين على طردها من الفرقة، وخاصة أن عدم قدرته على الإنجاب كانت إحدى وسائل علوية في فرض سيطرتها عليه. وثم بعد ذلك وبعد فترة ثانية وقع في حب الممثلة فوزية الأنصاري ذات الأصول اللبنانية، وقرر الزواج منها سرا، ولكن تسرب الخبر إلى علوية جميل التي استعرضت حقوقها ونفوذها مرة أخرى، وأجبرت المليجة على تطليق فوزية ثالث يوم من الزواج. ثم اتصلت بها هاتفيا وقالت لها بنفسها: أنت طالق يا فوزية. وكانت هذه الزيجة الثانية، ولكن يبدو أن علوية لم تستطع أن تحتل في قلب محمود سوى مكانة الأم، وهو ما جعله يبحث باستمرار عن حب حقيقي يسكن قلبه، إلى أن قابل الفنانة لولا الصدق فخفق قلبه نحوها. ولكن ضعف شخصيته أمام علوية جعله يفقد القدرة على الارتباط بلولا ولو سرا،
وعلى الرغم من تعدد محاولات المليجي للزواج سرا على علوية جميل، إلا أنه لم ينجح في ذلك إلا في نهاية السبعينيات، عندما تزوج من الفنانة الراحلة سناء يونس، والتي اتفق معها على عدم إعلان خبر زواجهما حفاظا على مشاعر زوجته الأولى. وكشف الفنان محمود المليجي في مذكراته أن شقيقته كانت تعاني من مرض خطير لمدة 20 عاما أودى بحياتها، ودفنها محمود المليجي. وبعد فترة طويلة ذهب ليدفن أحد أقاربه، ففوجئ بتغيير مكان جثة شقيقته، فعلم حينها أنها كانت في غيبوبة لا أكثر، وأنها لم تكن متوفية، وأنه قام بدفنها حية. كرمت الدولة المصرية الفنان محمود المليجي تقديرا لجهوده ودوره البارز في مجال الفن، فحصل على جوائز عدة، منها الميدالية الذهبية للرواد الأوائل، وجائزة الدولة التشجيعية في التمثيل عام 1972، وشهادة تقدير في عيد الفن عام 1977، كما عين عضوا في مجلس الشورى وذلك عام 1980. رحل الفنان الكبير محمود المليجي في 6 يونيو عام 1983 أثناء تصوير فيلم أيوب، وهو آخر أفلامه، ويجسد مشهد الموت خلال أحداث الفيلم، حيث طلب قهوة. وكان من المفترض طبقا للسيناريو أن يوجه المليجي حديثه للفنان عمر الشريف ويقول: الحياة دي غريبة جدا، الواحد يصحى وينام، يصحى وينام ويشخر. وقام بخفض رأسه ونام على الكرسي، وأصدر صوت شخير كأنه مستغرق في النوم. نظر الجميع إلى الفنان الكبير بدهشة وإعجاب وروعته في التمثيل، وقال له عمر الشريف: إيه يا محمود، خلاص بقى اصحى، المشهد خلص. وكانت المفاجأة أن المليجي لفظ بالفعل أنفاسه الأخيرة، فمات وهو يؤدي مشهد الموت، وأصيب كل من في الاستوديو بالصدمة من هول المفاجأة. رحم الله الفنان محمود المليجي. الفنان شكري سرحان. اسمه الحقيقي محمد شكري الحسيني سرحان. ولد الفنان شكري سرحان في 12 مارس عام 1925 بمحافظة الإسكندرية، ولكن تعود أصوله إلى قرية الغار بمحافظة الشرقية، وهو شقيق كل من الفنان صلاح سرحان والفنان سامي سرحان. انتقل مع أسرته إلى حي الحلمية بالقاهرة، وهناك كانت بداية مشواره الفني، حيث التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1947. بدأ الفنان شكري سرحان حياته الفنية من خلال فيلم لهليبو عام 1949، ولكن كانت الانطلاقة السينمائية الحقيقية له مع المخرج العالمي يوسف شاهين بعد تقديمه فيلم ابن النيل عام 1951، ومن بعد تميزه في أداء دور الدون جوان، ليقدم بعدها 150 فيلما في مسيرته الفنية. ومن أبرز أفلامه فيلم ريا وسكينة، كذبة إبريل، شباب امرأة، الهاربة، السفيرة عزيزة، اللص والكلاب، حكاية جواز، الزوجة التانية، قنديل أم هاشم والنداهة، وليلة القبض على فاطمة، وغيرها من الأفلام. ومن أبرز مسلسلاته مسلسل محمد رسول الله، مسلسل ينابيع النهر، وقع في منزل القاضي، شموع لا تنطفئ، وغيرها من المسلسلات. ومن المسرحيات مسرحية سيرك يا دنيا، ومسرحية رجال الله. في بداية حياة الفنان شكري سرحان عرض الزواج على الفنانة سميحة أيوب، إلا أن أهلها رفضت بحجة أنه لا يزال في بداية حياته، وحتى محاولة الفنانة ماجدة للتوسط للأمر إلا أنه لم ينجح. تزوج الفنان شكري سرحان مرتين في حياته. الزوجة الأولى وهي الراقصة الأرمنية هيرمين عام 1952، والتي شاركت في العديد من الأفلام، منها عريس مراتي، ربيع الحب، والسعد وعد. واستمر زواجهما لمدة عامين، ولكنهما انفصلا بسبب اختلاف الطباع والأفكار، ولكن بسبب قصة الحب القوية بينهما كان يبكيان أثناء الطلاق، وبالفعل أرسل لها الورود وكلمات الحب مع قسيم الطلاق. أما الزوجة الثانية كانت السيدة نريمان عباس عوف، وأثمرت الزيجة الثانية عن ولدين، وهما يحيى شكري سرحان والتاني صلاح شكري سرحان. يحيى شكري سرحان والذي يعمل سفيرا في استراليا، وصلاح شكري سرحان وهو ممثل ومؤلف، وتوفي عام 2014 عن عمر 149 عاما. قصة خلاف الفنان شكري سرحان مع الفنانة فاتن حمامة. قال الفنان شكري سرحان في حوار سابق له إن الفنانة فاتن حمامة اعتادت كلما ظهرت في موقف من المواقف الغرامية
على أن تفرض قيودا بينها وبين الممثل الذي يؤدي أمامها هذا النوع من الأدوار، ما يمنع الممثل من الانطلاق في أداء دوره على أكمل وجه. قائلا شكري: كنا نلتمس لها العذر في ذلك ونقول إن لها مبدأ يجب أن نحترمه، حتى خرجت علينا أخيرا بقبلتها التاريخية الأولى في فيلم صراع في الوادي مع الفنان عمر الشريف، في الوقت الذي مثلت أنا وهي دورا عاطفيا في فيلم من إنتاجها موعد مع الحياة. وكانت مواقف كثيرة في الفيلم تتطلب مني تقبيلها، ولكنها كانت تمانع بشدة. فلماذا إذا قبلت عمر الشريف في الفيلم صراع في الوادي؟ وعندما بلغ الفنانة فاتن حمامة هذا الكلام غضبت بشدة وقالت: أنا مندهشة، لأن هذا الكلام موجه من شكري سرحان، ولكن ألتمس له بعض العذر لأنه لم يشاهد الفيلم جيدا، فلو كان شاهده جيدا لغير رأيه، لأن مشهد القبلة الذي ظهر في الفيلم لا يمثل قبلة بمعناها الصحيح، إنها كانت بسيطة وعادية وعلى الخد، وأنا أديت أكتر منها في فيلم قلوب الناس مع الفنان أنور وجدي. وأحب أطمئن شكري سرحان بأنني لم ولن أخرج عن التقليد الذي وضعته لنفسي، وسأظل أضع الحدود والقيود بيني وبين الممثل الذي يؤدي أمامي هذا النوع من الأدوار. وظل الخلاف بينهما لمدة سنوات، إلا أنه انتهى بالعمل معها في فيلم ليلة القبض على فاطمة. نادي الزمالك. عرف عن الفنان شكري سرحان حبه لنادي الزمالك، إذا اشتهرت مقولته: محدش يبات في بيتي مش زملكاوي. وقد جمعه موقف طريف بالفنانة شادية أثناء تصوير فيلم الهاربة عام 1958، إذ نشبت بينهما مشادة إثر متابعتهما إحدى مباريات القمة بين الأهلي والزمالك. فمع بداية المباراة تركت شادية وشكري سرحان موقع التصوير وقام بالجلوس حول الراديو يستمعان إلى المباراة، وبدأ كل منهما بتشجيع ناديه بحرارة وحماس، كاد أن يصل إلى الصدام، لكن المخرج تدخل لإنهاء الحوار، وعاد كل منهما إلى موقع التصوير وقدم مشهدا غراميا أمام الكاميرا نال استحسان المخرج، حتى إنه هم واقفا قائلا: جول بدلا من ستوب. حصل الفنان شكري سرحان على العديد من الجوائز والتكريمات والأوسمة، مثل وسام الجمهورية من الطبقة الأولى في الفنون من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1964، لكن تبقى أهم جائزة حصل عليها تكريم من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن مجمل مشواره في مئوية السينما المصرية، واختيار النقاد له كأفضل ممثل في تاريخ السينما، لأنه شارك في 17 فيلما من أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. وبعد شهور من حصوله على هذا اللقب الذي استحقه بجدارة، أصيب الفنان شكري سرحان بأزمة صحية أدت لوفاته في 19 مارس عام 1997، بعد أن اعتزل التمثيل تماما وابتعد عن الأضواء والوسط الفني عام 1991، واعتكف حتى وفاته على قراءة القرآن الكريم. رحم الله ابن النيل والفتى الذهبي شكري سرحان.